سلام سلام، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله توكلنا على الله. خوتي خواتاتي، اجيو معايا نوجدو هاد البريوات الرائعين اللي كيجيو غزالين بحشوة جد بسيطة، وكيوجدو بواحد السرعة، واخر لحظة توجديهم، وما فيهمش شي مقادير كتار، مقادير جد بسيطة ومتواجدة في اي بيت. خوتي اجيو معايا نوجدوهم. مقادير جد بسيطة. مقادير: عندنا واحد البصلة اللي مشلضة، عندنا الفلفل الحمر والفلفلة خضراء اللي انا شويتهم، ولكن تقدر ديرهم خضر بلا ما تشويهم، والبصلة مشلضة. وعندنا صدر ديال الدجاج، النص ديال الصدر مقطع، وعندنا العطرية، عندي العطرية ديال الحوت، عندي العطرية الزعترة السودانية، واليبزار والملحة. العطرية بسيطة، ما فيهمش حتى العطرية بزاف. عندي واحد المعلقة ديال صوص الصوجا، عندي واحد لاطه ديال التون، الصراحه كيجيو نسمه ديال الحوت، عندي الجبن ديال الساندويتش 3، وعندي واحد الشعريه الصينيه وحده صغيره. ما فيهم شي مقادير بزاف خوتي. دابا نديرو 3 د المعالق ديال الزيت بهاد الطريقه. غنضيفو العطريه ديالنا، حتى العطريه ما فيهمش بزاف، بسيطه. غنديوهم فوق البوطه يتشحروا. من بعد ما تشحروا، دابا غنضيفو عليهم ديك الشعريه الصينيه اللي انا رقدتها في المطايب، وواحد الورقه سيدنا موسى والملحه، وصفيتها وقطعتها بالمقاس. دابا غنشحرها مع الحشوه حتى تندمج بهذه الطريقه. في هذه اللحظه غنضيفو التون ديالنا اللي مصفي من الزيت. تا هو يندمج مع العناصر مع الحشوه ديالنا. غنضيفو صوص الصوجا، ونضيفو واحد المعلقه ديال عصير الليمون او الحامض، كل واحد اش كيقول له. كيجيو هاد البريوات على طيبات الحوت، وهما ما فيهم حوت. كنضيفو ديك الجبن ديال الساندويتش، خليوه يذوب، ونخلطوه مع الحشوه. ها الحشوه ديالنا واجده. من بعد ما وجدات الحشوه ديالنا غنخليوها تبرد. الصراحه النسمه طالعه يا سلام، تقول دايره الحوت. غنخليوها حتى تبرد مزيان باش ندوزو نشكلو البريوات ديالنا. كيف ما كتشوفوا واحد الحشوه رائعه جات. دابا الورقه، كل واحد الورقه اللي عنده يقدر يستعملها. انا متواجده عندي هديه ديال الفيلو هي اللي غنستعمل. جبت شويه ديال الزيت باش غندهن به. خوتي الا كنتو غطيبوا البريوات ديالكم في الزيت تقليوهم، ما يحتاج ديروا لهم لا زيت لا زبده. والا كنتو غديروهم في الفران بحالي، ضروري ما تدهنوهم بشويه الزيت ولا الزبده، كل واحد اللي بغى. انا ندير غير شويه الزيت، واللي بغى دير الزبده دير الزبده. دابا غنزولو نفكو الورقه ديالنا. كتعرفوا الورقه الفيلو دغيا كيضربها الهواء كتكبس، ضروري ما تجبدي باش تحتاجي، والاخرى تغطي عليها. غنقطعوها. انا نقطعها يدا على الطول، قطعتهم شويه كبار، وكل واحد القياس كيبقى حسب الذوق. اللي بغات ديرو سيجار، اللي بغات ديرو هاد الحشوه ديرها في مسمنات، العجين المسمن راه حشوه. المهم حشوه رائعه لذيذه بزاف، بنينه بزاف وسهله وبسيطه، ما فيهاش قوه مقادير وقوه التعقيدات. من بعد ما قطعنا الورقه ديالنا، انا جمعتها في واحد الميكا وخليت غير اللي غنخدم بها. طلقتهم، ندير بكميه بكميه كتجي سهله احسن. كديري كميه في خطره، ما كتبقيش ديري وحده بوحده وكتسربي. ندهنهم شويه ديال الزيت كيف ما كتوضح الصوره. ونجيبوا الحشوه ديالنا، كل وحده نديرو فيها معلقه كبيره غندير فيها. والقياس اخوتي كيبقى حسب الرغبه، بغيتهم كبارين صغارين حسب. صراحه القياس جا واعر. كنبداو نطويو البريوات ديالنا بالطريقه التقليديه عاديه
كيجيو رائعين وكيجيو غزالين بزاف، والمذاق ما نقولكمش، التقرميشه اللي جات فيهم. انا ما غنقليهمش في الزيت، ما غندهنهم لا بالطحين لا بالبيضه. غندير شويه د الزيت ونجمع، واللي غيقليهم في المقله ضروري ما يلصقهم بالطحين اللي كنروبو بالماء ولا بالبيضه. اما في الفران ما كيحتاجوش، كيلصقوا راسهم. كيف ما كتوضح الصوره معايا كنستمروا. كنجمعوا البريوات ديالنا. وإلا جاتكم اخوتي هيدا زايده الورقه، ساهل الحل ديالها، جيبوا المقاس وعوطوها، ما كاين حتى مشكل. ها انتم كتشوفوا طريقه جد بسيطه. جيبي المقاس وعوطيها، وها البريوه ديالك معوطه. ها كيما كتوضح الصوره، كانت الطريقه التقليديه، طريقه بسيطه. دابا من بعد ما كنتنيو البريوات ديالنا، كنجيبو الصينيه اللي غندخلوها للفران، كنفرشوا فيها واحد ورق الزبده، ولا الصينيه عاديه، هما ما كيلصقوش الصراحه واخا ما تفرشي لهمش ورق الزبده. وغنحط البريوات ديالي بهذه الطريقه تنكمل الكميه كامله اللي عندي. كما كتوضح الصوره. من بعد ما كملنا الكميه كامله خوتي، كتشوفوا كيف كيجيو رائعين وغزالين. دابا انا غندهنهم بشويه ديال الزيت. الفران عندي مشعول سخون، غندخلهم ونقص عليهم باش ياخذوا ديك التحميره والتقرميشه. الا جهدت لهم راه يتحرقوا من برا، ومن الداخل يبقاو ديك الورقه ما خدتش شي حقه في الطياب. كتشوفوا من بعد ما خرجوا من الفران كيفاش جاو. الصوره كتوضح كيبانوا رائعين بزاف، والبنه ما نقولكمش. كتشوفوا دابا من بعد ما درناهم في التبصيل ديال التقديم اخوتي، كتشوفوا كيف جاو. الصراحه جاو روعه. خوتي الا عجبوكم ما تنساوناش من لايك فضلا وليس امرا.